من أطيب الكيكات الإسفنجية بطعمة الزعفران. تابعوا الفيديو، جربوا الوصفة وعطوني رأيكم. 1 جرام زعفران، معلقة صغيرة بهالحجم مع نص معلقة ملح، 150 جرام زبدة، كوب زبيب، بيضة، 50 جرام خميرة فريش، 150 سكر، كيلو طحين، 5 ديسيلتر حليب. بندوب الزعفران بالحليب لتدوب كتير منيح، بنضيف عليها الخميرة ومندوبها. بعدها بنضيف كل كمية الطحين والهال مع الملح والسكر. بنضيف البيض وبنشغل العجانة قريب الربع ساعة. بعدها بنضيف عليها الزبدة اللي هي بحرارة الغرفة، كمان تعجن قريب الربع ساعة، بصير بهالشكل مثل ما نكون شايفين. بنغطي العجين ونحطه على طرف قريب الساعة ونص. بعد الساعة ونص طبعا رح نبدأ نشتغل بالعجين، وبهالمرحلة أنا بضيف عليها الزبيب، وبتعملوها بالأشكال اللي انتو بتحبوها. أنا عملتها بالشكل اللي انتو شايفينه، ورح نرجع نخليها ترتاح بالجات قريب 3/4 ساعة. واخر مرحلة بدهنهم بالبيض وبزينهم بالزبيب وبحطهم بالفرن اللي انا مشغلته قبل بنص ساعة على درجة حرارة 180 من فوق وتحت. واسمع ولا غلطة ولا غلطة، صدق لقطة صدق لقطة اللي شافها